السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده في فيديو جديد. هنعمل مع بعض بقى بتنجان المخلل. تمام، معايا بتاع اقل من نص كيلو بتنجان اللي هو العروسي. تمام، ومعايا قرن فلفل كام واحد كده، معايا ليمون، معايا توم هنحطه في الكبه على طول دلوقتي، وهنحط كمون وكزبره. تمام، وخل وليمون والكلام دوت كله، والقرن الفلفل والثوم. تمام. عايزين بقى هنا هيشربوا نسكافيه. غليت لبن وايه، والبراد غلي خلاص. تمام، هعمل ايه؟ احط نسكافيه وشاي. ايه قبل ما اعمل الخلطه بتاعت اللهم صل على النبي، الخلطه بتاعت البتنجان. نحط الميه بقى، حطينا نعناع وشاي. تمام، رجعت لحضراتكم تاني. دلوقتي بقى نصب بقى ايه النسكافيه والشاي بقى بالنعناع. المعلقه دي بقى ايه من النسكافيه. عملنا البتنجان اهو، فتحته ايه فتحه. تمام اهو بالسكينه. ومعايا طماطمايه شلت منها البذر وهنضربها في الكبه، ومعايا كزبره وكمون وخل طبعا وشويه ملح، وحطينا الثوم والفلفل اهو. هنحط بقى ايه الكمون والكزبره، نحط الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم اهيت، ونحط الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط شويه الخل طبعا اساس، والليمون في اي مخلل. نحط ليمون، هنحط ايه ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وهنحط الليمون. نشغل بقى اللي ابتدى الكبه. بسم الله. بسم الله. حطينا الزيت على النار يقدح، هنحط البتنجان بتاعنا. طبعا انا ايه كوبايه الشاي هشربها انا. تمام، قلت كده هشرب كوبايه شاي كده. والخلطه خلاص حطيت جهزت العلبه بتاعت الخلطه، ودي العلبه بتاعت البتنجان المغسولين كويسين جدا. تمام، اتفضلوا معايا شاي. اتمنى كده دعمكم باللايك يا حبايبي، باللايك والاشتراك كده بالقناه. والبتنجان اهو بقليه على طول. البتنجان خلاص اهو يتقلي ونصفيه. وهنشوف بقيه الروتين هنعمل ايه. تمام، في الغدا النهارده انا اكلت ايه بقى، شربت الشاي وكنت واكله سندوتش جبنه كده، بس مصورتش معاكم بقى. اكلت سندوتش جبنه كده ببيضه وايه وفطرت مع نفسي. قلت احمر معاكم البتنجان بقى في البدايه خالص، هنحطه في التلاجة يبرد، نحطه في التلاجة ونعمل بقى مع بعض الغدا النهارده. غدا بسيط وسهل كده وسريع ان شاء الله. اتمنى كده تدعموني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه.
اتمنى كده تدعميني كده باللايك يا حبايبي. البتنجان اهو معايا الخلطه الجميله، ومعايا العلبه اللي هعمل فيها البتنجان. عملنا البتنجان خلاص، والخلطه دي هنشيلها بقى في الفريزر، وهنغطي بقى البتنجان خلاص. عندي شويه منه تاني بس هعمله في وقت تاني يعني، قلت اعمل على قد الوجبه لان اللي هيخلص على طول لو عملت كله. تمام. اتمنى كده الفيديو يعجبك، لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك، وهرجع لحضراتكم تاني.